حبايبي الحلوين، عملنا مع بعض قبل كده طريقتين فطير مختلفين خالص عن بعض. المرة دي كمان هتكون طريقة مختلفة عنهم وهتكون سهلة جدا. عملنا الفطير اللي هو الميني المدور، وانا هسيب لكم اللينك اكيد في صندوق الوصف. شايف فطير عسل عسل عسل. الفطير اهو. ده الفطير الملفوف. عملنا معاكم الطريقة الأولى دي اللي هو الفطير الملفوف فطير الأفران اللي هو الميني اللي هو الصغير، لذيذ جدا. وكان تحفة بجد، جربوه. تقدري تعملي من الكيلو يمكن 20 حتة فطير، على حسب ما انت عايزة حجم الفطيرة. وعملنا الفطير اللزوز العسول العسلولي قوي ده، المورق الشفاف اللي كنا عملناه على طريقة الفرد، اللي هو نفرد ونضرب الفطيرة ونفردها ونضرب ونفرد، اللي هو على طريقة الفرد علشان نرقق العجينة. المرة دي هنعمل معاكم احلى طريقة واسهل طريقة سهلة جدا 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 وبسيطة جدا جدا، بالعجينة الجميلة قوي دي الناعمة السلسة. وهنشوف احلى فطير النهاردة. تابع معايا الفيديو، ما تنسيش تحطي لي لايك، تعليق منك جميل حلو قوي منك كده، واسمعي خروشة الفطير وطعامة الفطير، وشوفي كمان الطريقة اللذيذة المبسطة. طبعا هسيب لينك الوصفتين اللي فاتوا تحت في صندوق الوصف تحت الفيديو. شوفيهم وشوفي انه اسهل طريقة ليكي. بسم الله. معانا حاجة فاضية، يعني اناء هنحط فيه كيلو دقيق، ده للعجن. هنحط فيه كيلو دقيق منخول. انا احب انخل الدقيق قبل اي استخدام لاي حاجة. كيلو دقيق بس. انت حابه تعملي كوبايتين، لو انت ما عملتيش قبل كده جربي في كميه صغيره. احنا بنحب الدقيق او اللقمه او الفطيره مسكره شويه، يعني انا ممكن ازيد عن المعلقتين السكر دول، احط 3 أو 4 على حسب ما انت حابه. معلقه ملح كمان، وده هو العجين، مفيش اكتر من كده. معلقتين سكر بودره او سكر حبيبات، بس يكون حبيبات ناعمه يعني مش خشنه قوي. وهعجن بكوباية مية واحدة، كوباية مية واحدة بس. وانتي هتلمي العجينة، مش هتقولي ان الكوباية دي هتكون قليلة على الكيلو، لا، هي دوب كوباية المية دي. وانا عجنة كمان بالمية فترة. هبتدي ألم طبعا العجينة بإيديا زي ما حضرتكم كده شايفين. هي اتلمت اهي بكوباية المية بس على قد كيلو الدقيق. جربي وبعدين لو عايزة تاني اضيفي لها. العجينة معايا طرية، فيها مطة لكن مش بتمسك في ايدي زي ما حضراتكم كده شايفين اهي. فيها مطة لكن مش بتقفش في ايديا. المطة دي مهمة جدا في اي عجنة على فكرة، عشان هي دي اللي بتطلع لك العجين طري وناعم و... و... وهاش كده. هي دي المطة دي مهمة جدا في العجينة على فكرة. فانا دلوقتي هسيبها دقيقتين دقيقتين بس، لان لقيت العجينه خشنه كده شويه. فلما بسيبها دقيقتين برجع لها تاني، بتلاقيها ناعمه كده ورطبه كده. دقيقتين بس مش اكتر، ترجعي تديلها عجن تاني. هنا اديت لها عجن تاني بعد الدقيقتين، شايفين نعمت ازاي. ولما هديلها بقى العجنه الطويله اللي هي هنا هبتدي اديلها العجنه الطويله اللي هي بتكون من 7 دقايق ل 10 دقايق بتعجني فيها. تقدري اول مره دقيقتين، تقدري تسيبيها كمان دقيقتين وتديلها عجنة تاني، مش هتزعل يعني، بالعكس ده هتلين وهتنعم وهترطب معاكي. تعجني بالطريقة دي اللي هي الفلاحي اللي احنا بنعجن بيها دي، او تعجني بالطريقة الاولى اللي انا عجنت بيها. ايا كان بس عجنيه كويس وخلاص. من 7 دقايق ل 10 دقايق عجن. عملنا كرة العجين اللي هو الكيلو. هنسيبها دلوقتي ترتاح. طبيعي اي عجين بنسيبه يرتاح يهدى. هي طبعا ما فيهاش خميره، يعني مش هتخمر مش هترتفع، بس هتهدى وترتاح وتنعم وتلين معانا. ضربتي اي عجين او عجنتي اي عجين طبيعي سيبيه يرتاح. دي 1-2 دقيقه او 1-2 عجين. بعد ما سيبناها ترتاح يعني قولي نص ساعة، يمكن ما كملش كمان نص ساعة. أنا أصلا عاملاها بمية فترة علشان إحنا كمان في الشتاء. العجينة بقت ملمسها ناعم طري ورطب، وهتشوفي دلوقتي أحلى فطير، وهتشوفي اللذاذة وكمان البساطة والسهولة. شايفين العجينة جميلة ازاي. هنبتدي ان احنا انا حبيت ان انا اقطعها على 3 فطيرات، يعني يبقوا 3 فطيرات كده معقولين. لكن رجعت قلت لا، انا ممكن انا هنا بقسمهم اهو على 3. لكن حسيت قلت لا، انا عايزاهم كبار، فانا هعمل فطرتين 2 بس كبار. تقدري من كيلو الدقيق ده تعملي في الميني، تقدري تعملي انا هنا بقسم اهو، قسمت كده بقوا فطرتين بس. الكيلو بقى فطرتين. انا اقدر من الكيلو ده ادي واحده وادي التانية. انا اقدر من الكيلو ده اعمل 20 حته
او 18 15 10 على حسب ما انا عايزة، على حسب حجم الفطيرة اللي انا ارتاح ليها، وعلى حسب الطريقة اللي انا اشتغل بيها. فممكن كمان اعمل من الكيلو ده بالفطير الكبير ده ممكن اعمل 4 5 كمان، فعلى حسب انت تقدري تطلعي الكمية اللي انت ترتاحي لها. انا هنا فردت حتة زبدة على الطبلية، لكن الزيت بيمشي اكتر واسرع واحسن في الفرد عن الزبدة. حسيت كده يعني وانا بشتغل. انا كنت قبل كده اللي انا فرداه كنت فرداه بزيت على طول، لان هو اصلا كان فرد، فانا بفردها بايديا كده. عارفين؟ لا مؤاخذة، انا اسفه. عارفين انا حطيت لها الزيت اهو. عارفين اللي هو الفرد بالايد؟ لا، انا بحط زيت كتير كده في الارض وافرد بقى بايديا لحد ما الفطيره تكبر تكبر تكبر، وبعدين اتنيها وارجع اريحها وارجع اتنيها. انا استكفيت ان انا احط حبه زيت صغيرين بس عشان تفرد معايا العجينه زي ما حضراتكم كده شايفين، وفردتها بالخبازه او برول، وبدات ان انا اقطع طرفها زي ما حضراتكم كده شايفين، لكن النص سليم. اقدر ادهن الزبده هنا بعد ما قطعتها، وممكن ادهنها وهي لسه مفروده، يعني وهي لسه مفروده في الاول قبل ما اقطعها اقدر ادهن الزبده. بالمناسبه الزبده كمان مش متجمده ومش سايحه، يعني ما ينفعش انت تسيحيها على النار. يا دوب لو هتسيحيها على النار يا دوب تفك تقدري ان انت تكوني ماسكاها كده ملمسها طري وناعم معاكي. بنبتدي ان احنا نتني كل طرف قصيناه على الطرف التاني، ونحاول نظبطه كده زي ما حضراتكم كده شايفين، وهنتني كل طرف على التاني وكل طرف على التاني لحد ما نخلص الحتة اللي احنا خبزناها، ال او حتة الفطيرة الكبيرة دي نخلصها كلها بالطريقة دي. ده يا جماعة التوريق، هو ده توريق فيها، دي طريقة من الطرق يعني الفطير بيتعمل ب100 طريقة على فكرة، مش طريقة أو 2، وكل واحد على حسب شغله. دي الفطيرة التانية أهي. أنا مباشرة اشتغلت بشوية زيت، ما حطيتش بقى الزبدة. أنا بس حابة أوريكم أو أعرفكم، شايفين العجينة عاملة إزاي؟ يعني إزاي طرية وناعمة كده معاكم في الشغل. العجين لما بيرتاح بيطلع النتيجة دي. عارفة لما ترتاحش هتلاقيها كل ما تفردي تلم، كل ما تفردي تلم، ومش هتطلع لينه معاكي كده او طريه. ولو وصلت لحد هنا ما تنسنيش بلايك وتعليق جميل ظريف منك كده، وكملي معايا الفيديو علشان تشوفي احلى توريق واحلى فطير. بصراحه لذوذ يعني، تحفه تحفه. هنا عملنا التانية وبدأنا ان احنا نقطع برضو الطروف، وهنبتدي نتني كل طرف على التاني. وطبعا هنسيبها ترتاح بعد الشغل ده فيها، هنديلها طبعا راحة، ده اكيد اكيد. هي ما فيهاش خميرة، لكن معجونة بالدقيق فلازم ترتاح. عجنة نريح. شايفين العجينة وما شاء الله عليها جميلة جدا. اللهم بارك، يعني احلى فطير بجد. جربي وما تخافيش، يعني جربي لو انت ما دخلتيش المطبخ او ما عملتيش بدقيق قبل كده، لا الدقيق هيبقى معاكي شغله زي ألف به يعني كده، ما مش هتتعبي منه ولا هتزهقي ولا هتملي، بالعكس انت هتحبيه خالص. يعني في الاول ان في ناس بتخاف من شغل الدقيق، الاساس اللي بتكتم واللي مش عارفه بتنشف واللي مش عارفه ايه. لا، اشتغلي وما تخافيش، واشتغلي في كميه صغيره، وبعد كده خدي التريكات اللي فيها. شايفين ملمس العجين لما بيرتاح؟ هي ارتاحت. انا على فكره ما بريحش نص ساعه. شايفين ملمس العجين؟ يعني تحفه تحفه تحفه. انا ما بريحش نص ساعه، انا يعني هو 10 دقايق كده، يعني ما بين كل راحه والتانيه. دي الفردة التانية لو ملاحظين، اول مرة حطينا برضو زبدة وفردنا ودي الفردة التانية. بنلفها بقى كده بعد ما فردناها، حطينا برضو في قلبها زبدة، ما بنشقهاش بقى خلاص، بنتني كل طرف على التاني كده. خلاص معانا الصينية مدهونة زبدة، وحطينا فيها الكرة دي، ومش هفردها خالص دلوقتي، يعني مش هفردها جامد، انا بس ببطط عليها كده، بطبطبها شوية هركنها بس شوية، مجرد ترتاح بس شوية، وبعدين هفردها خالص. ودي التانية اهي عملناها كورة برضو، وهنحطها في الصينية التانية وهنسيبها برضو ترتاح شوية. بعد يعني ما يكملش برضو 10 دقايق هرجع ان انا افردها خالص في الصينية، ان هي بحيث ان هي تملى الصينية خالص. ادي الفطيرتين معانا منتهى الجمال. اتمنى تجربوهم وتجربوا الوصفتين التانيين اللي انا حطيت لكم نبذة عنهم في بداية الفيديو. جربوهم، والطريقة اللي تعجبكم قولوا لي عليها انه طريقة احلى. عموما هو الفطير اي طريقة احلى من التانية.
هنا بس انا بحط اكياس عشان بس ما اسيبش الحاجه مكشوفه. لكن تقدري تسيبيها كده عادي، هي مجرد 10 دقايق مش حاجه يعني، مش بنغطيها علشان تخمر والجو ساقع والكلام ده، فبس مجرد ما تخمر هترتاح هنديلها الفردة اللي هي الأخيرة بقى اللي هنفردها، وهنحط على وشها برضو حتة زبدة، ويا سلام لو مقلبة مع حتة الزبدة دي حتة قشطة، هتخلي الطعم في حتة تانية. وممكن كمان بعد ما تخلصيها خالص وتضيف الزبدة كده وتسويها في نص التسوية تحط القشطة. وممكن بعد ما تخرجيها من الفرن خالص خالص بعد ما تستوي وترتاح وتهدى يعني بعد ما تستوي حط لها القشطة على الوش، بس القشطة بتديلها بس الطعم جميل جدا. هنا حطينا الزبدة فردناها، هنسيبها تهدى برضو شوية بعد ما ضغطنا عليها. أي عجين ضغطنا عليه بنسيبه يهدى، ودي التركة اللي هتخلي معاكي شغل العجين كويس. هنفرد برضو التانية كده على السريع اهو زي ما حضراتكم كده شايفين. هنسيبهم يرتاحوا شوية وبعدين ندخلهم الفرن ونشوف أحلى وألذ فطير اهو. أنا آسفة أنا بتكلم كتير، بس أنا بحاول أديكي كل التركات المطلوبة أو اللي فيها إفادة يعني، وفي الإعادة إفادة على رأي أماني أبو شادي صاحبتي وحبيبتي وسلامنا ليها، وتابعوا قناتها مميزة جدا والله. آه وشاطرة برضو ما شاء الله. خرجنا الفطير اللزوز الجميل العسولة قوي ده. الطرق التانية كمان حلوة جدا، أتمنى تجربوها. آه أنا بحاول إن أنا أوريكم أو أسمعكم صوت الخروشة أو يعني لو شايفين يعني من فوق زي من تحت. وما خدش هو الصوت يعني ما خدش معانا كمان وقت، يعني ما خدش معانا وقت خالص يعني. هو انت يمكن اقل من ساعه دخلتي عملتي شويه حتتين الفطير للولاد، ويلا بقى الجبنه الحادقه او الجبنه القديمه وشويه العسل الاسود مع الطحينه وشويه العسل الابيض او شويه العسل الابيض يعني على حسب ما حضرتك بتحبي ايه مع الفطير. ودوقي احلى فطير واعملي وجربي وعرفيني عملتي انهي طريقه من الثلاث طرق اللي احنا عملناهم، ونقدر نعمل طرق اكتر من كده كمان. تقدري ترشي عليها كمان سكر بودره. انا ما حبيتش اوريكم طعم صوت القرمشه او اسمعكم صوت القرمشه، حسيت ان هي تبقى يعني افوره مني يعني او قله ادب مني، انا اسفه او اساءه. لكن انا عايزه اوصل لك ان كان صوتها مقرمش وطعمها لذيذ والتسكيره فيها حلوه جدا، وهي مش محتاجه حاجه تتاكل كده حاف. ولو انت حباها طريه مش وشها مقرمش تقدري زي ما انا حطيتهم على بعض كده، بس انا هشيلهم برضو تاني، انا حبيت بس اوريهم لكم. تقدري تحطيهم على بعض كده او تسيبيهم كل واحده في صينيتها وتغطي على وشهم باي حاجه وهيطلع معاكي طري ولذيذ جدا. بس هو كده حلو، هو طري من جوه ومقرمش ومخروش من بره. جربي. وشكرا جدا ليكي على متابعة الفيديو، وما تنسنيش بلايك واشتراك وتعليق جميل منك، واي وصفات تحبيها اكتبيلي في الكومنتات، وشوفي وصفاتي على القناة والتغيير. ولو حابة محتوى الطيور برضو هي قناة متنوعة. وشكرا جدا على المشاهدة الطيبة، اتمنى تجربوه. هنا بس بوريكم اللون والشكل يعني هو بس سخن جدا، انا ما كنتش عارفه اشتغل اصلا ولا اقطعه قدامكم وسخن جدا. انا بس بوريكم اللون قد ايه جميل، اللون فوق وتحت